عاجل وهام: مشروع قانون جديد يهدد الهجرة واللجوء في فرنسا. نعم، اقترح حزب اليمين الجمهوري حزب ال LR مشروع قانون ويريد أن يقدمه إلى البرلمان الفرنسي في الفترة القادمة. هذا المشروع، مشروع القانون، يتعلق بالهجرة واللجوء. من وجهة نظري كمحامي وكحقوقي أرى بأن مشروع هذا القانون يحتوي على نقاط حساسة ونقاط ربما تكون خطيرة. لماذا؟ لأنه ببساطة مشروع القانون يهدف إلى واحد، أن إلغاء التزام فرنسا تجاه الاتفاقيات الأوروبية. يعني بمعنى أن فرنسا وفقا لمشروع هذا القانون إذا ما تم إقراره ستصبح متملصة من التزاماتها في استقدام واستقبال حصتها من اللاجئين. يعني بعبارة أخرى مشروع هذا القانون سيسمح لفرنسا في أن تقول لأوروبا: أنا أصبحت في حل من التزاماتي القانونية ولم أعد أرغب باستقبال عدد معين من اللاجئين. السؤال الآن: كيف ستستقبل فرنسا لاجئين ومهاجرين؟ في هذه الحالة وفقا لمشروع القانون دائما ستقوم فرنسا بافتتاح مكاتب في الدول المصدرة للجوء، وهذه المكاتب هي التي تقوم بدراسة ملفات وطلبات طالبي اللجوء، وإذا ما وافقت على هؤلاء طالبي اللجوء تقوم باستقدامهم إلى فرنسا. النقطة الثانية التي احتواها مشروع قانون حزب اليمين الجمهوري وهي حرمان اللاجئين والمهاجرين من المزايا والمكتسبات مثل الطبابة المجانية والمواصلات المجانية والRSA الشهرية، كل المزايا التي يستفيد منها المهاجرين واللاجئين وفقا لمشروع قانون حزب اليمين سيتم حرمانهم منها وحصرها فقط بالفرنسيين. النقطة الثالثة وهي نقطة أيضا خطيرة، وهي تقوم على إلغاء مبدأ اكتساب الجنسية وفقا لحق الأرض إذا كان والدا هذا الشخص قد دخلا إلى فرنسا بطريقة غير مشروعة. كلام معناته هذا الكلام بشكل تقريبي نحن بنعرف أنه في فرنسا أي شخص مولود على التراب الفرنسي يكتسب الجنسية الفرنسية بشكل شبه أوتوماتيكي بعد مرور 13 سنة. لكن مشروع القانون يقول إذا كان والدان هذا الشخص قد دخلا إلى فرنسا بطريقة غير شرعية فإن هذا الشخص لن يتمكن من الحصول على الجنسية الفرنسية. هذا كل ما لدينا لغاية الآن فيما يتعلق بمشروع قانون حساس وربما يكون خطير يريد حزب الجمهوريين حزب ال LR تقديمه إلى البرلمان الفرنسي في قادمات الأيام. بطبيعة الحال كما عودناكم كل التفاصيل المتعلقة بقانون الهجرة واللجوء نقوم بنشرها مباشرة عبر منصاتنا، ولا سيما منصة فرانس بالعربي على الفيسبوك وعلى التيك توك. فرانس بالعربي.